السلام عليكم. النهارده هنراجع موبايل اقتصادي جديد، والموبايل ده بيجي بكومبو مواصفات المفروض ان هي لطيفه جدا. اهمهم كاميرا رئيسيه خلفيه 108 ميجا بكسل بتصور بورتريه 3 اكس، معالج سناب دراجون 685، بطاريه 5000، شحن سريع 33 واط، وصوت ستيريو، وشاشه كبيره فول اتش دي 90 هرتز. الموبايل هو الريلمي سي 67 نسخه ال4 جي. الموبايل ده انا بجربه بقالي فتره، وفي الفيديو ده هنقل لك مميزاته وعيوبه بالنسبه للفئه السعريه اللي الموبايل ده موجود فيها، وعاوزك تركز معايا لان انا في الفيديو ده هقارن لك كده شويه ما بين الموبايل ده وموبايلات تانية موجوده في نفس سعره وموبايلات تانية اغلى منه شويه، عشان في الاخر تعرف تختار الموبايل الاقتصادي المناسب بالنسبه لك. فزي ما انت متعود دلوقتي، ايدك على اللايك الجميل، ويلا بينا نبدا المراجعه. من احلى الحاجات في الريلمي سي 67 التصميم بتاعه. الموبايل ده بالرغم من ان هو لونه اسود، هو في منه نسخه تانية باللون الاخضر شيك وحلوه، ولكن الاسود هنا حلو، ويمكن من الموبايلات القليله اللي الديزاين الاسود فيها عاجبني. ليه بقى؟ لان اولا انت بتبدا كده بالشكل بتاع الكاميرات، عندك دايرتين كبار حواليهم رينج ذهبي شكله حلو جدا، والحته البيضاويه البارزه عن جسم الموبايل بتاعه الكاميرات حواليها كمان فريم ذهبي، وكل الكلام ده والحته اللي الكاميرات محطوط عليها في ظهر الموبايل معموله بشكل لامع كده جلوسي مختلف عن بقيه ظهر الموبايل، مديها شياكه جدا للموبايل ده. غير كمان ان بقيه ظهر الموبايل ليه تكستشر كده لطيف، مش بيبصم قوي ومش بيلم تراب قوي، علشان في الاخر يبقى شكل الموبايل حلو في ايدك وبيدي انعكاسات حلوه لما الضوء بيجي عليه. كل الكلام ده مع وزن مقبول جدا 185 جرام وتخانه رفيعه جدا 7.6 مللي. الموبايل واخد ستايل الايفون، الفريم بتاعه مسطح تماما، ولكن المسكه في الايد مش وحشه، مسكته مقبوله، بس هو الموبايل حجمه كبير شويه علشان شاشته كبيره. وبالنسبه لمقاومه الميه فهو مقاوم للطرطشه الخفيفه اي بي 54، ولكن ده مش معناه انك تعرض الموبايل ده للميه تماما. وبروز الكاميرات كبير شويه علشان السنسور 108 ميجا بكسل، ولكن ازمه البروز بتتحل بالجراب الشفاف اللي جاي جوه علبه الموبايل. نشوف الشاشه 6.72 بوصه اي بي اس فول اتش دي بلس بتردد بيوصل 90 هرتز، مع سطوع المفروض بيوصل لحد 950 نتس. وانا عاوز اقول لك ان شكل الشاشه هنا حلو جدا، وانا بكلمك في شكل. نبدا كده بالشكل. ويعني ايه شكل؟ يعني الحواف بتاعه الشاشه قليله، يعني دي مش حواف موبايل اقتصادي تماما. لو قارنتها بمعظم الموبايلات الاقتصاديه هتلاقي الحواف هنا اقل ما يمكن، وكمان مفيش نوتش اللي هو شكله قديم وما بيعجبش ناس كتير فيكم، لا هنا في ثقب. فمن الاخر الشكل هنا تحس ان هو موبايل فئه متوسطه مش موبايل اقتصادي. ولكن خلينا بقى نشوف جوده الالوان. هو هنا على ان الموبايل ده شاشته اي بي اس فجوده الالوان كويسه، ولكن كويسه على اي بي اس، مش هتاخد اكيد تشبع الالوان الحلو اللي عينك تحب تشوفه في الشاشات الاموليد في الموبايل ده. لا هو هنا اي بي اس على قدها خالص. لو انت ليك تجربه مع شاشات اي بي اس قبل كده فهنا هتاخد احسن تجربه اي بي اس موجوده في السوق في الفئه الاقتصاديه. ولكن زي ما قلت لك في موبايلات تانية في رينج سعره او اعلى حاجه بسيطه بتيجي بشاشات اموليد تدي لك تجربه الوان احلى. ده كده بالنسبه للالوان. بالنسبه بقى للسطوع، الموبايل ده فاجئني يا جماعه، السطوع الفعلي بتاعه عالي جدا، وتقدر كمان تجبر السوفت وير ان هو يعمل لك اكسترا برايتنس، يعني ترفع السطوع مانيوال عالي قوي. وفعلا لما جربته مع موبايلات بقى تانية شاشتها اموليد اتفاجئت ان السطوع فعلا عالي. يعني الموبايل ده مش هيواجهك فيه اي مشاكل في الاستخدام تحت الشمس، ودي حاجه يعني استغربتها. اول موبايل تقريبا بشاشه اي بي اس اجربه ما يواجهنيش معاه مشكله ان انا مش شايف الشاشه تحت الشمس. زي ما قلت لك الشاشه هنا كحجم ممتازه، كشكل وحواف ممتازه، كسطوع حلوه جدا، ولكن هي مشكلتها الوحيده ان درجه تشبع الالوان مش بقوه الشاشات الاموليد الموجوده في الفئه السعريه او اغلى شويه بسبب ارتفاع اسعار الموبايلات الفتره الاخيره. واخيرا الموبايل بيجي في العلبه متركب عليه سكرين. الموبايل ده بقى شغال بمعالج من كوالكوم سناب دراجون 685، واكيد كلكم عارفين المعالج ده، وانا شخصيا جربته في اكتر من موبايل قبل كده وعارف اداؤه، وهو هنا ما خيبنيش، نفس الاداء اللي انا كنت متوقعه منه. ولكن انا قبل ما اتكلم عن الاداء حابب اقول لك ان واجهه الموبايل هنا اندرويد خام وعليها كده شكل من ريلمي، متشال منها بعض الفيتشرز اللي موجوده في واجهات ريلمي علشان يساعد ان اداء الموبايل يبقى سريع. وحقيقي لما جربت الموبايل هو اداؤه مش سريع قوي، مش صاروخي يعني، ولكن اداؤه مش كارثه. الموبايل مش بيهنج معاك، مش هيعمل لك الاوامر اللي انت عاوزها ببطء، وفي نفس الوقت مش هيفاجئك بسرعه صاروخيه. هو اداؤه متوسط بتاع الناس اللي عاوزه استخدام يومي عادي، سوشيال، مكالمات، الكلام ده كله مش هيواجهك اي مشاكل تماما، خصوصا ان انت هنا معاك 8 جيجا رام
مع 8 جيجا رام كمان ممكن تزودهم بالسوفت وير، فيبقى معاك اجمالي 16 جيجا رام. وده كله هيترجم الى ان اداء الموبايل كويس، والموبايل بيقدر يحتفظ بالبرامج المفتوحه في الخلفيه بدون اي مشاكل. وبالنسبه للسخونه فالمعالج ده مش بيسخن قوي، هو بس الموبايل عشان رفيع شويه فممكن تحس بسخونه المعالج هنا اكتر من سخونته في اي موبايل تاني اتخن شويه، ولكن اللي انا بكلمك فيه برده مقبول جدا، والسخونه اللي هنا مقبوله جدا، والمعالج مش بيقلل تردداته قوي لما بضغط عليه. ولكن المعلومه الاكيده والواضحه ان المعالج ده مش بتاع العاب. يعني ايه مش بتاع العاب؟ هو هيشغل العاب عادي خالص بشكل مستقر ولكن فريمات قليله. يعني بابجي هتلاقيها شغاله 30 فريم بس، هتاخد اداء معقول، ولكن زي ما قلت لك في الفئه دي ممكن تزود شويه وتجيب موبايل بمعالج ميديا تك جي 99 هتقدر تاخد تجربه العاب احسن شويه من المعالج الموجود في ريلمي سي 67. بالنسبه لبصمه الموبايل فالبصمه هنا على زرار الباور، واداء سريع وما فيهاش اي مشاكل، وفي فيس انلوك بس ما انصحكش ان انت تعتمد عليه. الموبايل ده بقى لقيت ان هو ما فيهوش ان اف سي، النسخه اللي معايا دي ما فيهاش ان اف سي، بس في بعض النسخ في السوق فيها ان اف سي. عشان انا مش عاوز اعمل فيديو الاقي كومنت تحت يقول لي انا معايا موبايل وفيه ان اف سي. انا زي ما قلت لك في نسخ منه فيها ان اف سي وفي نسخ ما فيهاش، والموبايل هنا فيه مايك اضافي لعزل الدوشه. بالنسبه للسوفت وير فانا حابب اتكلم عنه شويه، علشان في ناس بتتخض من فكره ان اندرويد الخام او نسخه مخففه فيحسوا ان الموبايل ما فيهوش حاجات كتير هو محتاجها. خليني اقول لك بقى الموبايل ده موجود فيه ايه. اول ميزه طبعا الميني كابسول اللي هي موجوده في موبايلات ريلمي فئات سي الاقتصاديه، وهنا الميني كابسول بتشتغل لما الموبايل يبقى عاوز يفصل شحن، فهتلاقي شكل الميني كابسول طالع لك شغال في الميوزك، ولكن في الميوزك بلاير بتاع الموبايل مش في اليوتيوب مثلا، مش هتلاقيه ظاهر. شغال في الويزر بيظهر لك كل يوم الصبح كده درجه الحراره كام فوق، وعدد الخطوات لو وصلت لرقم معين، والداتا يوزج. من الاخر يعني هو برده لسه تجربته مش تفاعليه طبعا زي الدايناميك ايلاند بتاعت الايفون، بعيده كل البعد، وبرده بعيده كل البعد عن برامج اندرويد عادي ممكن تسطبها على موبايلك وتاخد شكل الميني كابسول او الدايناميك ايلاند عادي. فهنا يعني الميني كابسول بالنسبه لي لا لسه ما اتطورش. تقدر هنا تتحكم في الكالر تمبريتشر بتاعت الشاشه او درجه حراره الوان الشاشه، لان الاوبشن ده ساعات بيبقى مش موجود في الموبايلات الاقتصاديه فهو موجود هنا. في ميزه النوتيفيكيشن هيستوري موجوده في الموبايل هنا عادي، عشان لو جالك اشعارات ومسحتها بالغلط تلاقيها جوه النوتيفيكيشن هيستوري لو انت مشغلها. وفي ان انت تقدر تعرض نسبه البطاريه كام في الميه في شريط الحاله فوق، ولكن للاسف مفيش ان انت تعرض سرعه الانترنت كام، النتورك سبيد مش موجوده في السوفت وير هنا، ودي حاجه رخمه جدا. هو تقدر تعملها ببرامج خارجيه، ولكن انا متعود ان هي بتبقى موجوده في الموبايلات حتى الاقتصاديه، فانا مش عارف هي ليه متشاله من هنا. اندرويد خام وكده ماشي. وفي ان انت تقدر تعمل نسختين من برامج التواصل الاجتماعي. وبالنسبه للايماءات فتقدر تشغلها هنا، والنافيجيشن كيز لو انت بتستخدمها زي كده، فكان في الريلمي سي 53 ما كنتش اقدر اغير الاماكن بتاعه الثلاث ازرار بتاعه النافيجيشن، هنا تقدر تغيرها عادي من السوفت وير. وطبعا تقدر تقفل اي ابلكيشن بالبصمه عادي موجود في السوفت وير. واخر حاجه ان الكالر باليت بتاعه الاندرويد الخام موجوده هنا في الموبايل ده، وشكل الكنترول سنتر بتاع الموبايل شبه موبايلات ريلمي العاديه، مش شبه النسخه بتاعه الريلمي سي 53 والسي 51 اللي شكل الكنترول سنتر شبه شويه الاندرويد الخام. لا هو الموبايل ده مختلف شويه. تعالوا بقى نسمع صوت الموبايل سوا بما انه هو صوته ستيريو. ده غير كمان المعالج القوي اللي هنا الدايمنسيتي 8200، وده معالج قوي جدا جربناه في كذا موبايل قبل كده. ده طبعا غير الشاشه الاموليد الكيرف ال 120 هرتز مع الشحن السريع ال 80 واط وشويه. الصوت يعني هو مش احسن جوده صوت ستيريو اكيد ممكن تسمعها، ولكن الصوت عالي مقبول جدا في الفئه الاقتصاديه ان اصلا الموبايل يبقى صوت ستيريو وطالع من السماعتين. ولكن طبعا توزيع الصوت مختلف تماما، السماعه السفليه هي اللي مطلعه تقريبا 90% من الصوت. ولقيت في سيتنج الموبايل اوبشن اسمه او رياليتي، ده المفروض ان انت بتغير في الدرجه بتاعه الصوت اللي انت عاوز تسمعها، ميوزك ولا موفي ولا جيمنج، بس انا لما جربتها ما حسيتش بفرق. بالنسبه للمستشعرات فالمستشعرات هنا ممتازه، عندك سنسور تقارب حقيقي شغال زي الفل ويقفل الشاشه على ودنك وانت بتعمل مكالمات وانت بتسمع ريكوردات واتساب، وعندك سنسور جيروسكوب حقيقي وشغال كويس جدا. ولو بتسال على الشبكات فالموبايل ده اداء الشبكات بتاعه ممتاز، شبكات واي فاي قويه، المدى حلو، شبكات اتصال ممتازه جدا بدون ولا غلط. اما بالنسبه للبطاريه فالبطاريه هنا 5000 ملي امبير، وده كويس مش وحش. الموبايل ده هيشتغل معاك 7-8 ساعات سكرين اون، وممكن يوصل ل9 ساعات كمان لو استخدامك متوسط، ودي حاجه كويسه جدا ان انت تاخد بطاريه محترمه من موبايل في الفئه الاقتصاديه. غير كمان ان انت معاك شاحن سريع جوه العلبه 33 واط بيشحن البطاريه بالكامل في ساعه و10 دقائق، ساعه وربع، وده وقت معقول جدا. ندخل بقى على حاجه المفروض ان هي من اهم المميزات الموجوده في الموبايل ده، حاجه المفروض لما تسمع الرقم تقول انا هاخد بقى تجربه مبهره، وهي الكاميرات. الموبايل ده بيجي بكاميرا خلفيه رئيسيه 108 ميجا بكسل، الكاميرا الثانيه دي 2 ميجا بكسل ملهاش دور حقيقي، فهنا يعتبر ريلمي خلاص مركزه على الكاميرا الرئيسيه
الرئيسيه بس ال 108 ميجا بكسل اللي بتقدر تصور بيها صور، وبورتريه 1 اكس و 3 اكس، طبعا كروب في الصور مش اكتر، وبتصور فيديوهات 1080. اما السيلفي هنا فهو 8 ميجا بكسل، سيلفي متواضع شويه، وبرده بتقدر تصور فيديوهات 1080. فخلينا كده نجرب الكاميرا سوا. دلوقتي هقارن السي 67 بريلمي 11 لان الاثنين بكاميرا خلفيه رئيسيه 108 ميجا بكسل، مع مراعاه ان ريلمي 11 اغلى شويه من السي 67، ولقيت ان في الاضاءات العاليه السي 67 بيطلع تفاصيل قريبه من الريلمي 11 ولكن مع تعزيز زياده شويه لالوان الصور. العزل بتاعه مش اقوى حاجه ولكن مقبول، انما الصور البورتريه 3 اكس مش حلوه تماما، اوبشن ملوش لازمه لان الصور بتطلع ممسوحه تماما من التفاصيل، وما انصحكش تماما ان انت تصور صور بورتريه 3 اكس بالموبايل ده. الدايناميك رينج لقيته معقول جدا في سي 67 وبيطلع الوان مظبوطه، الاحمر والاورنج يمكن مظبوطه كمان اكتر شويه من الريلمي 11. التصوير في اضاءه داخليه يبدا اداء السي 67 يقل في حته ظبطه لون البشره، في حته ان الصور بيبقى فيها بعض النويز لو ما شغلتش النايت مود. بص هو السي 67 يا جماعه مش كاميرا فلته في الفئه الاقتصاديه، هو 108 ميجا بكسل ولكن اداؤه معقول، اداؤه مقبول في الفئه الاقتصاديه، ما قدمش طفره في التصوير، لازم تبقى فاهم الموضوع ده. ودي مقارنه ما بين الريلمي سي 67 والسامسونج جالاكسي اي 15، مع مراعاه ان الاي 15 ارخص شويه من السي 67، وهتلاقي الاداء متقارب جدا. وقول لي كده انت شايف انهي كاميرا احسن، كاميرا الجالاكسي اي 15 ولا الريلمي سي 67؟ اما السيلفي في السي 67 فهو سيلفي متواضع جدا، هظلمه لما اقارنه بالريلمي 11، بس انا عايز اوضح لك موقفه ايه. المعالجه بتاعته مش افضل حاجه، ولكن ارجع اقول لك لو هتصور في اضاءه عاليه او هتصور ومصدر اضاءه في وشك هتاخد صوره مقبوله، ممكن تعدل عليها شويه عشان تقدر ترفعها على السوشيال ميديا، وده الحال عموما في معظم الموبايلات الاقتصاديه. السي 67 ولا قدم ولا اخر في موضوع تصوير السيلفي، بس كويس ان هو في نايت مود في السيلفي علشان تقدر تاخد صوره بتفاصيل معقوله، بس معالجتها مش بتبقى افضل حاجه. اسيبكم مع تصوير الفيديوهات. بالنسبه لتصوير الفيديوهات بريلمي سي 67 ال 4 جي، فانا دلوقتي بصور على 1080 وانا مشغل وضع الالترا ستيدي. طبعا في ثبات في تصوير الفيديوهات بسبب وجود سنسور جايروسكوب حقيقي. قبل ما اتكلم بس عن جوده تصوير الفيديو، دلوقتي الشمس طالعه وانا شايف شاشه الموبايل بشكل معقول جدا تحت الشمس، رغم ان هي شاشه اي بي اس، ولكن مستوى تشبع الالوان مش افضل حاجه. يعني شايف الشاشه باهته شويه ولكن ساطعه كويس تحت الشمس. عموما خلينا نختبر مع بعض جوده التفاصيل والالوان، الثبات والدايناميك رينج، وطبعا ما تتوقعش جوده تصوير فيديو كويسه من موبايل فئه اقتصاديه. وده كده تيست التصوير الفيديو السيلفي على 1080 برضو. هو هنا في الترا ستيدي عشان تثبت تصوير الفيديو السيلفي، ولكن بيعمل كروب كده في الفيديو والكواليتي بتبقاش افضل حاجه. فانا بصور على الوضع العادي، هتلاقي ممكن الفيديو بيتهز شويه، بس التفاصيل كده احسن شويه من الوضع اللي انا لسه مجربه بتاع الالترا ستيدي في تصوير الفيديو السيلفي. بالنسبه للاسعار فالريلمي سي 67 موجود منه نسخه واحده 256 جيجا 8 جيجا رام، سعرها في حدود 10000 جنيه، وده السعر وقت تصوير الفيديو، لان الموبايل ده قبل تصوير الفيديو كان ب 10500 تقريبا، وقبلها كان ب 9000 جنيه، بس عشان الدولار طالع نازل فالاسعار مش مستقره، فممكن سعر الموبايل ده يختلف وقت ما انت تفكر تشتريه، فبقى اسال تاني على سعره. والموبايل بيدعم تشغيل شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت. رايي نهائي ريلمي سي 67 واحد من احسن موبايلات ريلمي فئه سي اللي انا جربتها لحد دلوقتي. الموبايل ده بيجي بتصميم شيك جدا، وزن خفيف، الموبايل نفسه في الاستخدام كده مش هيضايقك خالص رغم ان حجمه كبير، البطاريه بتاعته حلوه، الشحن سريع، الصوت ستيريو عالي، مستشعرات مظبوطه، شبكات كويسه، الكاميرات مش هقول لك ادائها كويس واو، بس ادائها شغال زيه زي الموبايلات الاقتصاديه، مش هتاخد تجربه مبهره ولكن مش هتاخد تجربه سيئه، تجربه مقبوله. وشاشه الموبايل هنا برغم ان هي اي بي اس ولكن شكلها حلو وسطوعها عالي، بس الفكره ان درجه تشبع الالوان بتاعتها مش افضل حاجه. المعالج اللي هنا كويس لو انت استخدامك عادي، انما لو انت بتلعب العاب فلا، ما تجيبش الموبايل ده لان المعالج ده مش بتاع العاب. وفي اخر الفيديو انا حابب اقول لك على حاجه، لو قدرت تزود الميزانيه شويه وتشتري ريلمي 10 او ريلمي 11 هتاخد تجربه احسن من الريلمي سي 67. التجربه الاحسن في ايه؟ المعالج الميديا تك الجي 99 اللي هيقدم لك تجربه على الاقل في الالعاب احسن، وهتاخد تجربه شاشه اموليد احسن اكيد من الشاشه الاي بي اس في درجه تشبع الالوان بتاعتها. وبس كده، دي كانت كل حاجه تقريبا محتاج تعرفها عن الريلمي سي 67. دلوقتي انا خلصت الفيديو، بحب اشكرك جدا لو انت وصلت للنقطه دي. اكيد دلوقتي تعمل اللايك الجميل وتكتب لي كومنت وتقول لي شايف الريلمي سي 67 صفقه بسعره ولا في موبايلات تانية انت شايفها ان هي احسن من الريلمي سي 67. ولو عاوزني اقارن لك الموبايل ده مع اي موبايل منافس تاني اكتب لي كومنت، جايز نعمل المقارنه دي. وتاكد ان انت عامل لنا سبسكرايب لو تشوفنا اول مره على اليوتيوب، ومفعل زر الجرس علشان يوصلك الفيديوهات الجديده بتاعتنا اول باول. كان معاكم احمد سعيد من قناه موبيزل، سلام.